جديد وثقافة جديدة أخذت تنتشر في الشوارع الجزائرية، عربة من الطراز القديم لبيع العصير والمأكولات الخفيفة على طريقة الهولندية تلفت الانتباه. يعني حاجة مليحة، حاجة بخاتيك، حاجة في السونتر، ماكلة كل حاجة تخرجي كيما تاع الدار، لي فريت نورمال جو هاي اللي ناكل حاجة شابة. صاحب الفكرة أطلق على مشروعه اسم مستر آش، وهو شاب هاوي لجمع السيارات القديمة، كما يعمل في مجال السياحة والفندقة. والله اللي دي عندها شويه وقت هكذا كنت تدور في راسي، ومن بعد كوم شغل الامكانيات ما كانت فريمون محدوده، ومن بعد خممت، ومن بعد كوم انايا انا قلت لك يا اخي ديجا راني المهنه تاعي راني في السياحه، خدمت متخرج في المدرسه تاع الفندقه، وميم طون عندي هوايه في الكوليكسيون دو فواتور هكذا. مركبات مجهزة بمستلزمات المطعم المتنقل وبديكور يلفت الانتباه، ومشروع يستقطب زوار الجزائر العاصمة وألاقى تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي. هذه شغل باب الأولى اللي تفتح، إن شاء الله يزيدوا يفتحوا البيبان الآخرين، وعلى بالي جو سور باللي كاين دي زالجيريين ثاني اللي عندهم بزاف أفكار، ومن بعد التخمام هذاك العكسي اللي يخليوهم هكذاك ما يخليوهمش يافونسيو. أنا نقول لهم نشجع الشباب هاي نخدموا بلادنا، سورتو اللي يقدروا عليها حنايا في السياحه. جو بونس نقدروا يكون كل واحد فينا يدير حاجه هكذا، ان شاء الله يولونا الاجانب تولي السياحه للجزائر، باسكو هذه باسكو السياحه اللي تري امبورطون بور ليكونومي تاع بلادنا. هو إذن نموذج ايجابي لشباب قرر عدم انتظار الوظائف التقليديه والخروج لسوق العمل بافكار جديده ومبتكره بدل الجلوس في الشوارع والمقاهي والأرصفة، وأمله الوحيد أن تلقى المبادرة صدى واسعا وتشجيعا لمشروعات أخرى من إبداعات الشباب.